نبتدي الاول ونحكي للناس تفاصيل الحلقه اللي عملت الازمه. اول حلقه كانت سؤال بسيط جدا عمل ضجه غير طبيعيه. سؤال انا بسأل الضيف ايه رأيك في العاصمه الاداريه الجديده بس. اخدوا الصوت، غيروا في التون، هدوا الاضاءه ده بجد، عملوا شويه مزيكا. يعني انت بتقولي ان الفيديو اللي نزل على السوشيال ميديا كان ملعوب فيه طبعًا على مستوى الصوت والاضاءه. طبعا وكمان ده كان رد احدى الجهات الرقابيه في النهار على فكره. كويس. قالوا لا الرو ماتيريال ما كانش كده، اللي نزل ما كانش كده، الخام الاصلي اللي نزل مش هو ده، ما كانش كده. ده اول سبب. تاني سبب، انا كنت مركبه مايك واحد. انا بقالي 2.5 سنين بعمل البرنامج ده. تمام. لاول مره اركب مايك واحد. حظ. تمام. الدريس كان هاي كول وبكم وما كانش مستحمل غير مايك واحد. تمام. ده احدى الاسباب. طيب في سبب تاني. انا كنت عامله عمليه في ودني. عمليه في ودنك؟ في ودني. ولحد دلوقتي على فكره ليها حتى اثر، وباخد مسكنات ومضاد حيوي وكده. تمام. بس ده ما غيرش في تون الصوت. انا صوتي كده، ولكن كان عامل حاله من الهبوط، من السكينه. مسكنات كتير ومضاد حيوي كتير. وعلى فكره انا كنت ممكن الغي التصوير، ولكن عشان انا بحترم مهنتي وبحترم شغلي انا ماضي عقود، وفي ناس متعلقين بينا، في ناس اعلنت على مواعيد، ما ينفعش احنا نيجي نقول لهم معلش المذيعه عيانه فهناخد اجازه. مسؤوليه. جيت على نفسي ونزلت صورت حتى لو الناس. الحلقه دي كانت بعد العمليه مباشره، فاللي انت بتقوليه ان انت كنت متاثره بسبب العلاج والمسكنات والبنج، فكنت حاسه بريلاكسيشن اكتر، فده اللي ادى الى ان انت كنت اهدى ولكن ما غيرش في تون الصوت، لان الناس زي ما بقول لك غيروا شويه في تون الصوت. وبعدين انا صوتي كده بقالي 52 حلقه. برنامج الجمهوريه الجديده مش حلقه او اتنين، ده 2.5 سنين. 2.5 سنين على شاشه النهار. الناس تجيب اي حلقه، اتحدى اي حد ان التون اتغير. يمكن ردة فعل الضيف او طريقته اثارت الجدل. صحيح. فده مع المسكنات مع الهدوء زياده عن اللزوم، قالوا بس بقى قصه حب، طالعين موضوع فيه مشاعر خالص. يمكن طريقتي كان فيها حب وامتنان يعني فيها فخر بالعاصمه الاداريه الجديده. يعني وانا طبعا انا اتشرف ان هم لقبوني بمذيعه العاصمه. انا اقول حاجه على مسؤوليتي الشخصيه. اتفضلي. انا اتحدى اي حد في اللي هقوله ده. انا المذيعه الوحيده في مصر والوطن العربي اللي كانت بتزور العاصمه الاداريه يوميا، تشوفها وهي حبه رمل لحد ما تشوف مشاريع قوميه. فطبعا لازم اساله عن العاصمه الاداريه، وانا بقول له ايه رايك في العاصمه الاداريه الجديده؟ بحب وفخر. يمكن ردة فعله كانت زياده شويه، هي اللي بروزت السؤال. مظبوط. ما عرفش يعبر عن اللي جواه. الناس طبعا مش هتحاسب الضيف. صحيح. الناس بتحاسب المذيع. لا وانت عارفه يعني طبعا. هو انت اصلا قولي لي، انت دكتوره صيدلانيه؟ مظبوط. فعلا دكتوره صيدلانيه، ودرست في قسم اناليتيكال كيمستري كمان. لازم اقول لك حضره الدكتوره منى. لا طبعا. لا ازاي، ده حقك. طب وايه اللي نقلك ناحيه العاصمه؟ انا كنت اصلا عايزه ادخل اعلام، ووالدي ما كانش موافق. بقى بنتي دكتوره صيدلانيه وكان متلبس